السلام عليكم. اهلا بكم حبايبي، فيديو جديد على قناة كروشيه ام انس. النهاردة هنشتغل مع بعض الجزء الثاني من الكوتشي. في الفيديو اللي فات اتعلمنا خطوات تأسيس النعل وتخريمه والشغل عليه. كمان اتعلمنا نقص الفرشة ونقص الباطس وناخد مقاسات النعل كويس جدا. كل الشرح ده هتلاقوه في الفيديو، وانا سايبه لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس اللي حابب يرجع ويشوف فيديو تأسيس النعل. اما في الجزء ده من الفيديو هنبدأ نشتغل بقى جسم الكوتشي مع بعض. هنشتغل الجزء اللي هو الخلفي ده للكوتشي. زي ما احنا شايفين القطعة دي كلها منطقة الكعب، علشان الغرزة تكون واضحة قدامكم. زي ما احنا شايفين انا هشتغل بغرزة الحشو العميقة وغرزة الحشو العادية. هشتغل المنطقة دي كلها حوالين الكعب، وزي ما احنا شايفين هي يعني حوالي 13 سطر او كده. هنشوف في السطور عدد السطور دلوقتي مع بعض. انا هنا حطيت 2 ماركر كده قدام بعض، يعني بمجرد نظرك كده انا قسمت النعل اللي عندي ل3 اتلات. التلت الاولاني اللي هو من منطقة من عند الصوابع، منطقة مشط القدم، المنطقة دي. والتلتين اللي ورا دول اللي هم خاصين بمنطقة الكعب داير ما يدور، هي المنطقة دي اللي انا هشتغلها معاكم دلوقتي، اللي هي منطقة الكعب. فيعني الماركر هتحطيه مش على مقاسات معينة ولا اي حاجة، بمجرد نظرك كده هتخصصي جزء للجزء ده اللي هو منطقة مشط القدم، منطقة الصوابع. والجزء التاني هنبدأ نشتغل بغرز الحشو العميقة اللي هي منطقة الكعب. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنجيب اي حاجة مستقيمة عندنا، مسطرة او ممكن كمان تقيسي بالابرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بحيث انه الابرة تكون مستقيمة زي ما احنا شايفين كده، ما تكونش معوجة لفوق ولا لتحت. تمام بالشكل ده، علشان بس الزوايا بتاعتنا تبقى مظبوطة والحروف بتاعتنا تبقى قدام بعض بالظبط. فلازم يكون عندك دقة في اخذ المقاسات. انا مش برجح لك غرزة معينة هتحطي فيها الماركر، بس اهم حاجة انه الاتنين ماركر يكونوا على نفس المستوى ومساويين لبعض بالظبط قصاد بعض. انا هستعمل خيط اليزا ديفا على فتلتين دبل علشان الكوتش يكون متماسك معايا ويكون متين. الفردة الواحدة اخدت شلة، يعني الفردتين اخدوا شلتين من خيط الاليزا ديفا. اوكي، هبدأ اجيب فتلة كده من جوه البقرة وفتلة من بره، يعني هنشتغل على فتلتين من نفس الشلة. هجيب بداية الفتلة كده من جوه والبداية دي من بره، وهجوزهم كده على بعض علشان اشتغل بالفتلتين دبل مع بعض. تمام بالشكل ده. وهبدأ شغلي زي ما احنا قلنا على منطقة الكعب. هبدأ من عند الماركر الأحمر ده، هشيل الماركر، همر بالإبرة من المكان اللي كان موجود فيه الماركر. أنا قربت لكم التصوير علشان يكون الشرح واضح. وهبدأ بعمل عقدة البداية خلف الشغل كده، هعمل حلقة واسحبها من الغرزة اللي عندي وهقفل عليها بسلسلة، وفي نفس المكان اللي انا موجودة فيه اللي سحبت منه السلسلة هشتغل غرزة حشو. هروح على الغرزة اللي بعدها على طول وهشتغل غرزة حشو. انا هشتغل فوق الخيط الصياد اللي انا اسست بيه النعل اللي هو كان باللون الابيض، واخده معايا فتلة البداية اهو عشان انضفها واشتغل فوقيها زي ما احنا شايفين. وكل غرزة هتقابلني هشتغل فوقيها غرزة حشو، مش هفوت ولا غرزة خالص، وهفضل مستمرة بغرز الحشو لحد ما اوصل للماركر المقابل من الجهة التانية. وصلت كده للغرزة اللي فيها العلامة، هبدأ اشيل العلامة
وهحط العلامة في السلسلة اللي كانت معايا على الإبرة دي أو الحلقة اللي كانت معايا على الإبرة علشان ما تفلتش مني. ناخد بالنا ونركز كويس جدا في الخطوة اللي جاية دي علشان دي خطوة مهمة جدا. أنا معايا الحلقة اهي اللي كانت معايا على الإبرة، فحطيت جواها الماركر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده ناخد بالنا، هبدأ ألف طرف الخيط. أنا موجود معايا الماركر في الحلقة اهو، هبدأ ألف طرف الخيط اللي هما الفتلتين اللي انا بشتغل بيهم، هلفها داير ما يدور حوالين الكعب كده بالشكل ده لحد ما اوصل هنا لمكان ما بدأت من غرز الحشو في الجهة التانية هنا. اوكي، الغرض من الحركة اللي انا عملتها دي او الغرض من الخطوة دي هما حاجتين. اول حاجة انه بدل ما كل شوية بقص الخيط وبرجع اوصله تاني واشتغل او اقفل بغرزة منزلقة وابدأ اقص الخيط وابدأ من هنا تاني، لان انا في الكوتشي ده انا ببدأ من نفس الاتجاه. فالغرض من الخطوة دي ان انا مش هقص الخيط تاني. غرض من الخطوة دي انه الكوتشي هيكون متماسك جدا معايا وهيكون متين، لان انا بشتغل فوق الفتلة دي فبقوي من متانة الشغل عندي. اوكي، انا حابة ان كل سطر هبدأ من نفس الاتجاه من هنا من على الطرف اليمين. ولو قصينا طبعا الخيط وبدأنا كل سطر من جديد فهنقصقص خيط كتير وهنهدر خيط كتير. فالخطوة دي مناسبة جدا لطريقة الشغل اللي احنا هنشتغلها. هسحب طرفين الخيط وهقفل عليهم بسلسلة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هفوت الحلقة اللي انا موجودة فيها دي، يعني انا مش هشتغل غرزة حشو في نفس الغرزة اللي انا موجودة فيها، لا انا هروح على الغرزة اللي بعدها على طول وهشتغلها غرزة حشو عميقة. يعني انا كل سطر في الشغل العادي كنت ببدأ بغرزة حشو في اول غرزة. انا هسيب اول غرزة دي خالص هتخطاها وهروح على تاني غرزة وهشتغل تحت غرزة الحشو نفسها علشان اشتغل غرزة عميقة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده الغرزة الحشو اللي بعدها اشتغلها غرزة حشو عادية تحت حلقتين حرف الفي من فوق. اوكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الغرزة اللي بعدها دي على طول هنزل تحت الغرزة نفسها، يعني تحت جسم غرزة الحشو نفسها هنا، وهشتغلها غرزة حشو عميقة. تمام، الغرزة اللي بعدها دي هشتغل تحت الحلقتين عادي غرزة حشو عادية. الغرزة اللي بعدها هنزل تحت الغرزة نفسها واشتغل غرزة حشو عميقة، وهكذا بالتبادل. كل غرزة هشتغل غرزة حشو عادية واللي بعدها عميقة، كل غرزة هشتغلها عادية يبقى اللي بعدها عميقة، وهكذا. تمام بالشكل ده، وهفضل مستمرة بنفس الطريقة غرزة عادية وغرزة عميقة لحد ما اوصل للجهة التانية من الشغل، لحد ما اوصل للماركر يعني. وناخد بالنا انه كل غرزة من على السطر من هنا من بداية السطر هبدأها بغرزة حشو عميقة، وبرضو هنهي شغلي بغرزة حشو عميقة. زي ما احنا شايفين هنا اول غرزة بدأتها كانت غرزة حشو عميقة لان انا فوتت اول غرزة، علشان كده بدأت شغلي بغرزة حشو عميقة وبعدين عادية وبعدين عميقة، وهكذا لحد ما اوصل للماركر في الجهة المقابلة. طبعا بعمل حسابي ان انا اشتغل فوق الفتلتين دول اللي انا قستهم اللي انا شغالة عليهم علشان يدعموا لي الشغل بتاعي ويبقى متين. تمام كده وصلت للجهة التانية عند الماركر هنا. اخر غرزة اشتغلتها كانت غرزة حشو عادية، يبقى الغرزة اللي بعدها على طول هتبقى غرزة حشو عميقة. زي ما اتفقنا ان انا هبدأ شغلي وهنهيه بغرزة حشو عميقة. هنزل تحت غرزة الحشو نفسها كده هنا، همر بالإبرة، هسحب الخيط وارتفع بيه كده، وقبل ما الف الخيط على الإبرة واقفل الغرزة بتاعتي لا انا هاخد بقى الحلقة اللي انا معلماها دي اللي كانت في الماركر. هي ضيقت بس شوية لما انا شديت الخيط، فحاولي ما تشديش الخيط وانتي بتاخدي الفتلة او بتلفيها
علشان يكون من السهل ان انت تمري بالابرة من خلالها. يبقى انا كده مررت الابرة في الحلقة اللي كانت موجودة معايا على الماركر، وبعدين هسحب واطلع من كل الحلقات مرة واحدة. تمام، وارجع احط الماركر تاني مكانه في الحلقتين، ما شدش قوي بقى علشان ما تضيقش معايا الحلقة. وهرجع اقيس تاني وهعمل نفس الخطوة. هلف الخيط بتاعي كده حوالين منطقة الكعب، اوكي، واخلي الخيط برضو مرتاح على قد ما اقدر، ما شدوش قوي. تمام بالشكل ده. بعد كده هاجي على حلقتين غرزة الحشو العميقة، يعني شايفين غرزة الحشو العميقة دي اول غرزة بدأت بيها شغلي. هاجي اقوم داخلة بالابرة هنا تحت الحلقتين بتوع غرزة الحشو العميقة، وهسحب خيط بالشكل ده، وبعدين اقفل عليه بسلسلة، وبعدين هتجاهل الغرزة اللي انا موجودة فيها، يعني مش هشتغل في نفس الغرزة غرزة حشو ولا حاجة، مجرد اني سحبت منها الفتلة بس، يبقى انا كده تناقصت او تجاهلت الغرزة الاولى. هروح على غرزة الحشو العادية بقى اللي بعدها دي، وهنزل بالابرة تحت الغرزة نفسها، تحت جسم الغرزة نفسه هنا، وهسحب خيط واطلع وهحولها لغرزة حشو عميقة. يبقى انا كده بدأت السطر بتاعي بغرزة حشو عميقة زي السطر اللي بعده. الغرزة اللي بعدها هشتغلها غرزة حشو عادية، الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو عميقة. ناخد بالنا ان انا واخدة حلقتين الخيط او فتلتين الخيط اللي انا بشتغل عليهم علشان يدعموا لي الكوتشي بتاعي ويخلوه متماسك. انا بشتغل فوقيه علشان اخفيه. وغرزة الحشو العادية احولها لغرزة حشو عميقة، وغرزة الحشو العميقة هشتغل جنبها غرزة حشو عادية، يعني بالتبادل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اوكي، الفتلتين الخيط دول مهمين جدا ان انا ماسكاهم في ايدي اهو، شغاله عليهم طول ما انا شغاله، مش عاوزاهم يبانوا خالص. وغرزه الحشو العاديه هشتغل تحتها غرزه حشو عميقه، وهكذا بنفس الطريقه لحد ما اوصل للجهه المقابله. وناخد بالنا كويس نقطة مهمة جدا، انه لازم شغل يديني تناقص كده زي درجة السلم طول ما انا ماشية او بمرور السطور. الشكل هيبقى عامل زي درجة السلم كده، وده نتيجة انه انا بسيب الغرزة الاولى ما بشتغلش فيها، انا ببدأ شغلي على طول بغرزة الحشو العميقة. هكمل لحد ما اوصل للجهة التانية. وهنا كمان اهو حابة اوريكي الفردة اللي انا اشتغلتها. شايفين كل سطر كنت ببدأه بغرزة حشو عميقة. بصوا ترتيب السطور وترتيب الغرز، كل سطر ببدأه بغرزة حشو عميقة وبتناقص او بتجاهل اول غرزة من السطر، علشان كده اداني شكل درجة السلم كده، يعني الشغل طالع بالورب كده زي ما احنا شايفين. وبرضو كنت بنهي شغلي في السطر المقابل او في الجهة المقابلة برضو بغرزة حشو عميقة. وصلت للجهة التانية، خلصت السطر بالكامل بالتبادل بالغرز زي ما وضحت. هنا اخر حاجة اشتغلتها كانت غرزة حشو عادية، يبقى الغرزة اللي بعدها على طول الدور عليها هتكون غرزة حشو عميقة. هنزل تحت غرزة الحشو كده بالشكل ده، هنا تحت جسم الغرزة نفسه. هسحب الخيط بتاعي، وبعدين همر بالإبرة الأول قبل ما اشيل الماركر علشان الغرزة ما تفلتش مني. وبعد كده بلف الخيط وبخرج من كل الحلقات مرة واحدة، وبرجع احط الماركر مكانه برضو قبل ما اشيل الابرة علشان الحلقة اللي معايا على الابرة ما تفلتش مني. اوكي، مش هشد الخيط قوي وانا بلفه، هحاول اخليه مرتاح كده شوية. شايفين اخر غرزة بنهي بيها السطر غرزة حشو عميقة، واول غرزة هنا ببدأ بيها السطر برضو بتكون غرزة حشو عميقة. هلف الخيط تاني بالراحة كده، مش هشد، هخليه على راحته خالص. هلف الخيط حوالين الكعب كده وهبدأ سطر من جديد. اوكي، بمر بالإبرة في الحلقتين دول بتوع غرزة الحشو العميقة من هنا تحت الحلقتين كده من فوق، اسحب الخيط. تمام، بقفل عليه بسلسلة، ودي مش هتعتبر معايا غرزة ولا حاجة، انا هفوتها مش هشتغل فيها، ودي اللي بتعتبر عندي غرزة التناقص.
بعد كده هروح على غرزة الحشو العادية دي علشان احولها لغرزة حشو عميقة، هشتغل تحتها غرزة حشو عميقة وهسحب الخيط، وبعدين هخرج من الحلقتين. يبقى انا برضو كده بدأت السطر بتاعي بغرزة حشو عميقة، وهي يعني اوتوماتيك كده هتديني شكل درجة السلم، وده نتيجة التناقص بدون اي تدخل مني. هو كل اللي بعمله ان انا بفوت اول غرزة مش بشتغل فيها حاجة، وبروح على طول اشتغل غرزة الحشو العميقة. تمام، برضو بنفس الطريقة بالتبادل بين الغرز، غرزة حشو عميقة واللي بعدها غرزة حشو عادية، غرزة حشو عميقة واللي بعدها غرزة حشو عادية، واخدة معايا طرف الخيط. مهم جدا ناخد بالنا من النقطة دي. اوكي، هتحسوا ان الكوتشي بتاعكم اللي انتوا شغالين فيه متماسك جدا ومتين جدا، ونتيجته ان شاء الله هتطلع حلوة جدا. هستمر بقى بنفس الطريقة لحد ما بوصل للجهة المقابلة. بنهي السطر بتاعي برضو بغرزة حشو عميقة، باخد معايا الحلقة اللي كان فيها الماركر هنا، هاخد معايا الحلقة اللي كان فيها الماركر، واخر حاجة هشتغلها هي هتكون غرزة حشو عميقة، ومنساش الفتلة اللي بلفها حوالين الكعب. وهستمر بنفس الطريقة، هنشتغل كده كام سطر. 13 سطر، هنشتغل 13 سطر بنفس الطريقة، ونرجع نكمل باقي خطوات الكوتشي. تمام كده حبايبي، خلصت ال 13 سطر. شايفين ازاي ادتني زي درجة سلم كده، وده نتيجة التناقص اللي انا كنت بتناقص فيه. ولما بوصل هنا للماركر قبل الماركر بغرزة، بتجاهل الغرزة اللي قبل الماركر، واخر شغلي اخر غرزة على السطر بتكون غرزة حشو عميقة. شايفين نتيجة الشغل هايلة جدا، النتيجة رائعة بصراحة. بصوا شايفين ازاي ادتني تناقص كده، اشتغلت بالورب كده. تمام، ده شكل الشغل من قريب. وهبدأ دلوقتي هشتغل في منطقة مشط القدم، اللي هي المنطقة اللي قدام دي من الكوتشي، منطقة الصوابع. انا عندي حطيت 2 ماركر هنا كده. اوكي، بالشكل ده هشتغل منطقة مشط القدم اللي هي دي. هبدأ شغلي من هنا وانهيه هنا بنفس الغرزة برضو بغرزة الحشو العميقة، وبرضو مش هفصل الخيط ولا هقص ولا اي حاجة. زي ما اتفقنا انه شغل الكوتشي عندنا متصل ببعضه تماما، مش هقص الخيط خالص من اول غرزة لاخر غرزة، مش بقص الخيط بتاعي خالص. حطيت الماركر طبعا فوق هنا الاصفر ده في اخر غرزة اشتغلتها، وهقيس الخيط كده، هاخده معايا لحد ما اوصل للماركر البامبا ده علشان هبدأ شغلي من هنا. همر بالإبرة مكان الماركر البامبا ده هنا كده قبل ما اشيله. تمام، هسحب الخيط بتاعي الاول. اوكي، وهبدأ بقى اشيل الماركر، اخلي الخيط بتاعي ده كده مرتاح مش مشدود، علشان هرجع واشتغل عليه تاني برضو. وهشتغل سلسلة كده بالشكل ده. تمام، هشتغل غرزة حشو في الغرزة اللي هتقابلني على طول، كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو. انا هعمل سطر كده او سطرين كتأسيس لمنطقة مشط القدم، علشان ما ينفعش اشتغل مرة واحدة على منطقة الصوابع او المنطقة الامامية للكوتشي، علشان اخلي فيه فراغ للصوابع اثناء اللبس، تكون مرتاحة، ما يكونش الكوتشي ضيق بالظبط ويضايقني اثناء اللبس. فلازم اعمل له ارتفاع كده عند الصوابع. وهكمل شغلي وهشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة لحد ما اوصل للجهة المقابلة للماركر التاني.
وصلت كده للماركر التاني وشلت الماركر واشتغلت مكانه غرزة حشو. وبرضو هرجع الماركر في الحلقة اللي موجودة معايا على الإبرة دي علشان ما تفلتش مني. هشيل الإبرة وهقيس الخيط تاني، هلفه زي ما عملت هنا بالظبط. كنت بلف الخيط على منطقة الكعب، برضو هبدأ ألف الخيط هنا على منطقة مشط القدم اهو حوالين الشغل كله كده بالكامل لحد ما اوصل لهنا لمكان ما بدأت السطر. هنا للمنطقة دي همر بالإبرة برضو في الحلقة دي على طول. أول غرزة اشتغلتها هسحب الخيط كده تمام، هقفل عليه بسلسلة اوكي، وهشتغل برضو غرزة حشو عادية. الغرزة اللي بعدها على طول هشتغلها غرزة حشو عميقة، هنزل من تحت الغرزة نفسها وهسحب الخيط واشتغلها غرزة حشو عميقة. الغرزة اللي بعدها تكون غرزة حشو عادية. انا بشتغل فوق الفتلتين اللي انا لفتهم حوالين منطقة الصوابع او مشط القدم. الخيط اللي انا قسته ده بشتغل فوقيه علشان اخفيه بالشكل ده. غرزة حشو عادية واللي بعدها عميقة، واللي بعدها هنا غرزة حشو عادية، واللي بعدها غرزة عميقة، وهكذا لحد ما اوصل للجهة المقابلة. وصلت هنا للجهة التانية اهو، وهشتغل اخر غرزة حشو. وقبل ما اقفلها باخد معايا الحلقة اللي فيها الماركر، هشيل الماركر وهلف لفة واسحب خيط من الحلقات كلها. وبعدين قبل ما اشيل الابرة هرجع الماركر تاني مكانه كده بالشكل ده. كان فلت مني وبعدين حطيته تاني. يبقى انا كده اشتغلت سطرين كتأسيس بس، او ادوني ارتفاع لمنطقة الصوابع. بعد كده انا عاوزة احدد بقى غرزة السنتر علشان ابدأ اشتغل المنطقة الامامية للكوتشي بتاعة مشط القدم. عاوزة احدد غرزة السنتر، هبدأ اطبق الشغل كده على بعض بحيث انه اقدر احصل على غرزة السنتر بالظبط. ضروري جدا انك تعلمي الغرزة الامامية بالظبط في المنتصف تقريبا كده، هي دي. هطبق الشغل تاني اتأكد بس ان دي غرزة السنتر. هي دي غرزة السنتر بالظبط. اوكي، ممكن كمان تقيسيها من بره، يعني لو حطيتي الابرة كده بشكل افقي كده، يعني الابرة سوري هتكون بشكل رأسي كده واقفة، فهيديكي غرزة السنتر هتعرفيها بسهولة. يعني كده لو جيتي وقفتي الابرة كده هتديكي غرزة السنتر. حطيت فيها ماركر، بعد كده هعد من على يمين الماركر اوكي، هعد 1 من على يمين الماركر، 1 2 3 4 اوكي 5. احط الماركر في خامس غرزة من على الجهة اليمين، ونفس اللي عملته برضو هعمله في الجهة الشمال. هبدأ اعد 1 2 3 4 5 في خامس غرزة. هبدأ احط ماركر جديد بالشكل ده، هقفل عليه وبعدين اشيل الابرة. يبقى انا كده خلاص عرفت وحددت الغرز اللي انا هشتغل عليها. هم 11 غرزة، 5 من على اليمين و5 من على الشمال، والغرزة اللي في المنتصف غرزة السنتر اللي فيها الماركر. يبقى انا كده عندي 11 غرزة. انا مش هقص الخيط ولا اي حاجة، برضو بنفس الخيط اللي موجود عندي، وهسيب الماركر الاحمر ده موجود في الحلقة زي ما اتفقنا انه الكوتشي كله متصل ببعضه. مش هقص الخيط خالص. لفيت الخيط كده حوالين القطعة حوالين مشط القدم للكوتشي. هشيل الماركر ده اول ماركر وهبدأ شغلي من هنا.
هسحب الخيط، هقفل عليه بسلسلة. اوكي، وهكمل شغلي بقى بالتناوب او بالتبادل، غرزة حشو عميقة وغرزة حشو عادية. هشوف انا اخر حاجة اللي عليه الدور، الغرزة اللي عليها الدور دي يعني هتبقى غرزة حشو عميقة، فهشتغل غرزة حشو عميقة. الغرزة اللي بعدها دي غرزة عميقة، فهحولها لغرزة حشو عادية. انا مش محتاجة بقى الماركر اللي في المنتصف ده، هو بس كان مجرد انه بيحدد لي غرزة السنتر. بعد كده غرزة الحشو دي اشتغل لغرزة حشو عميقة. الغرزة اللي بعدها عادية. الغرزة اللي بعدها اللي عليها الدور عميقة، بنزل من تحت الغرزة كده وبشتغلها عميقة. الغرزة اللي بعدها عادية. اللي بعدها عميقة. اوكي، اللي بعدها عادية، واللي بعدها دي غرزة حشو عميقة، ودي هتبقى اخر غرزة عندي في السطر. بعد كده هشيل الماركر وبفوت غرزة الكورنر دي بفوتها. الغرزتين اللي بعدهم دول بشتغلهم منزلقة. تمام. الغرض من الغرزتين دول ان هما بيخلوا الشغل يتني عندي لقدام ويديني رسمة مشط القدم او رسمة الكوتشي من قدام. بعد كده منساش احط الماركر بقى في الحلقة تاني قبل ما تفلت مني وقبل ما اشيل الابرة. تمام. انا هشتغل من نفس الاتجاه زي ما اتفقنا، مش هشتغل رايح جاي. فهلف الخيط حوالين القطعة دي لحد ما اوصل الخيط لمكان ما بدأت هنا. شايفين الغرزة اللي انا بدأت بيها دي؟ بلف الخيط لحد ما اوصل لها. بعد كده باخد غرزتين من على الجهة دي زي ما اخدت غرزتين منزلقة من على الجهة دي، برضو ببدأ قبل الشغل بتاعي بغرزتين من على الجهة دي. تمام بالشكل ده. سيب غرزة الكورنر وهعد غرزتين بعد الكورنر، 1 2، ومن هنا بسحب من الغرزة اللي انا واقفة عندها دي، بسحب الخيط، بسيب غرزة الكورنر دي وبعد غرزتين بعدها. الغرزة اللي انا بدأت بيها دي بعد غرزتين، بمر بالإبرة، باخد الخيط بتاعي كده. تمام، بقفل عليه بسلسلة، وبعدين بالشكل ده هشتغل فوق بقى الخيط اللي انا سحبته ده. برضو ببدأ شغلي بغرزة حشو عميقة هنا. تمام زي ما احنا شايفين كده. هنا بشتغل الغرزة دي غرزة حشو عميقة اللي عليها الدور، او لو اللي عندك عليها الدور على غرزة حشو عادية فهتشتغليها عادية. يعني هتمشي تبع رسمة الغرز، زي ما الغرز مرسومة هتكملي. وبعد كده الغرزة اللي عليها الدور غرزة حشو عادية. الغرزة التانية بتبقى غرزة حشو عميقة، واللي بعدها دي غرزة حشو عادية، اللي بعدها عميقة. بنزل تحت الغرزة هنا وبشتغلها عميقة. اوكي زي ما احنا شايفين كده بنفس الطريقة بالتبادل بين الغرز. هنا الغرزة دي هتبقى عميقة تحت كده، احاول اوجد لنفسي اماكن اشتغل بيه فيها، وبعدين بمر بالابرة في الحلقة اللي فيها الماركر قبل ما اشيل الماركر، وبعدين بلف الخيط وبخرج من كل الحلقات مرة واحدة وارجع الماركر تاني قبل ما اشيل الابرة. لا سوري، قبل ما احط الماركر احنا نسينا نشتغل غرزتين الحشو، سوري غرزتين المنزلقة. هفوت غرزة الكورنر وهروح على الغرزتين التانيين دول اللي جنبهم على طول بشتغلهم منزلقة. ادي المنزلقة الاولى وادي غرزة المنزلقة التانية. بعد كده بقى هحط الماركر. اوكي تمام كده.
شايفين لو نلاحظ انه منطقة الامامية للكوتشي دي بدأت تتني معايا ازاي؟ وده نتيجة طبعا غرزتين المنزلقة اللي انا باخدهم من على الجوانب. لفيت الخيط كده حوالين الشغل، برضو نفس اللي عملته، بفوت غرزة الكورنر دي وبعد من بعدها غرزتين، 1 2، بروح على الغرزة دي بقى التانية دي وباخد الخيط بسحبه كده تمام بالشكل ده، وبشتغل بقى بالتبادل او بالتناوب زي ما تحبي. غرزة حشو عميقة واللي بعدها عادية، عميقة واللي بعدها عادية، وباخد معايا الغرزتين الحلقتين دول او الفتلتين بشتغل عليهم علشان انضفهم. ودايما اول غرزة ببدأ بيها السطر بتكون غرزة حشو عميقة، واللي بعدها بتكون عادية. اوكي، دي عادية، واللي بعدها بتكون عميقة، واللي بعدها غرزة حشو عادية، وهكذا بنفس الطريقة بالتبادل بين الغرز. واكيد خلاص احنا حفظنا الخطوات مع بعض، سهلة جدا وبسيطة، بس هي يعني خطوات الكوتشي كتير ولكن هي سهلة جدا. بمجرد انك هتتدربي على اول سطر وتاني سطر بعد كده هتلاقي الموضوع سهل جدا معاكي. هستمر لحد ما بوصل للماركر اللي في الجهة المقابلة. بالشكل ده، وبرجع بشيل الماركر لما بوصل للغرزة الأخيرة، وباخد الحلقة اللي موجودة فيها الماركر باخدها معايا في الشغل، وبشتغل غرزتين منزلقة من على الأطراف، وبلف الخيط بتاعي على منطقة الشغل الأمامية أو منطقة مشط القدم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هفوت غرزة الكورنر ومنساش اخد الغرزتين المنزلقة اللي على جوانب الشغل، لان هما دول اللي بيظبطولي الشغل تمام بالشكل ده. وبحط الماركر تاني وبرجع الف الخيط حوالين المنطقة الامامية للكوتشي، وهكذا بنفس الطريقة. شايفين ازاي منطقة مشط القدم بدأت تتني معايا كده وتاخد الشكل الطبيعي للشوز او للكوتشي. وهكمل شغلي بنفس الطريقة، وبرضو هنا بفوت غرزة الكورنر وبمر بالإبرة بعد غرزتين من غرزة الكورنر، وهكذا هشتغل بنفس الطريقة. وناخد بالنا انه السطر بتاعي على طول بيبدأ بغرزة حشو عميقة وبعدين غرزة حشو عادية، وهكمل لحد مكان ما بدأت على منطقة مشط القدم اللي هم السطرين اللي انا اشتغلتهم في الاول خالص. ولما نرجع هقولك انا اشتغلت كام سطر. هكمل ونرجع. انا هنا برضو حبيت ارجع لكم تاني اكمل معاكم الشغل بعد ما ارتفعت كام سطر كده. حبيت اوري لكم شكل الشغل بقى عامل ازاي معايا. هقيس الخيط برضو كده وهلفه حوالين الشغل من منطقة الامام. بفوت غرزة الكورنر وبسحب الخيط كده بعدها بغرزتين وبقفل عليه بسلسلة. اول غرزة حابة اوريكم برضو اهو معايا ان هي بتكون غرزة حشو عميقة تمام، والغرزة اللي بعدها غرزة حشو عادية. وكمان انا هنا حطيت داخل الكوتشي الباطس اللي احنا قصيناه مع بعض، وحطيت كمان الفرشة علشان لو خلصت الكوتشي هيكون من الصعب ان انا اركب القطعتين دول او احطهم في مكانهم. فعلشان كده انا حبيت احطهم دلوقتي قبل ما اكمل شغل الكوتشي بالكامل تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هكمل شغلي بقى لحد ما اوصل لمنطقة مشط القدم بالكامل، وما نرجع هقولك انا اشتغلت كام سطر. تمام كده انا هنا اشتغلت 17 سطر من غرز الحشو العادية والحشو العميقة تمام. وهنا بقى خلاص انا شلت الماركرات مش محتاجاهم تاني، لانه خلاص بعد كده هشتغل منطقة اللسان بقى. ومنطقة اللسان دي هشتغلها رايح جاي من غرز الحشو، مش هحط الماركر تاني تمام. هشتغل بقى منطقة اللسان دي اللي احنا شايفينها اللي تحت الرباط، وهتبقى بغرز الحشو العادية
انا مش هلف الخيط بقى ولا حاجة، هشتغلها عادي جدا زي ما بشتغل اي قطعة، رايح جاي رايح جاي بغرز الحشو. ده شكل منطقة الكوتشي من قدام. همرر الابرة كده في اخر حلقة من الشغل. اوكي، بعد كده هرتفع سلسلة، هدور بقى الشغل بتاعي كده بالشكل ده في نفس المكان اللي انا موجودة فيه. هشتغل غرز حشو. اوكي، هنا هشتغل غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها على طول غرزة حشو. انا سبت غرزة واحدة بس من هنا من على حافة الشغل، وبدأت على طول من الغرزة التانية بغرز الحشو. الغرزة اللي بعدها برضو تحت الحلقتين غرزة حشو، وهستمر بغرز الحشو لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر، بس قبل السطر ما يخلص بغرزتين، يعني هسيب غرزتين من هنا وغرزتين من هنا، او غرزة من هنا وغرزة من هنا زي ما يعجبك، علشان منطقة اللسان ما توصلش لنهاية السطر خالص. يعني هسيب غرزتين من هنا وغرزتين من هنا. ارتفعت سلسلة ولفيت الشغل كده في نفس المكان اللي انا موجودة فيه. من مكان الارتفاع هشتغل غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها برضو غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو لحد ما بوصل لاخر السطر، وبرجع ارتفع سلسلة والف الشغل وبشتغل بغرز الحشو رايح جاي. طبعا مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من الخطوة دي. لما بوصل هنا برتفع سلسلة، بقلب شغلي وغرزة حشو فوق كل غرزة رايح جاي لحد ما هشتغل تقريبا حوالي 20 سطر رايح جاي. هشتغل ونرجع نشوف شكل اللسان معانا بقى عامل ازاي. عشان الفيديو ما يطولش مننا اكتر من كده، ان شاء الله هشوفكم في الجزء الثالث للكوتشي، والسلام عليكم ورحمة الله.